أهلا بيكو، ده بودكاست نقطة نور ومعاكم نرمين كامل. يمكن كتير قوي في الحلقات اللي فاتت اتكلمت عن الدروس والوقعات اللي في الحياة اللي لازم ناخدها ونعدي بيها طول ما احنا بنسعى ورا أحلامنا. وزي ما مهم إننا نقع علشان نتعلم، فمهم جدا إننا ناخد وقتنا ونتعلم، إننا ما نستعجلش. زي ما في أكلات بتاخد وقت وتحضير علشان تطلع حلوة، الأكلات اللي لازم تستوي كده على نار هادية علشان تدوب في البق. وأكيد الأكلات دي أحلى 100 مرة من الإندومي والفاست فود اللي بيتعمل في 5 دقايق وملوش أي فايدة، ده يمكن كمان بيأذيك. فتخيل كده أحلامك وطموحاتك هتحتاج برضو تستوي على الهادي علشان تطلع بالشكل اللي بتحلم بيه. معرفش مقارنات الأكل دي جت منين، يمكن أكون جعانة، لكن فعلا لو فكرت كل نوع أكل بيحتاج وقت مختلف على النار، والحاجات اللي ممكن تكون محتاجة وقت علشان تستوي لو استعجلت عليها هتطلع وحشة وما تتاكلش. وبرضو كل حد فينا مختلف، كل واحد فينا اتولد في ظروف مختلفة، طفولته والحاجات اللي أثرت على شخصيته، قدراته، أحلامه. كل حد تجربته في الحياة مختلفة، حتى لو 2 اخوات برضو تجربتهم مختلفة، واللي ينفع مع حد فيهم ممكن ما يمشيش مع التاني. وبنفس الطريقة كل حد فينا بيتعلم دروس معينة علشان يقدر يكتشف نفسه ويعرف إمكانياته وقوته. وطول ما انت عايش الحياة بتفضل تعلمك في دروس، مش علشان تعكنن عليك ولا علشان انت منحوس فبيحصل لك مشاكل، لكن الدروس والوقعات دي علشان تساعدك، علشان تقويك وترشدك للطريق الصح. لكن الموضوع في ايدينا احنا، لما بنبقى عايزين حاجة ومش عارفين نوصلها ازاي، لازم ساعتها نختار اننا نتعلم من مدرسة الحياة. وبدل ما نحس بالإحباط مع كل مشكلة بتواجهنا أو نقول إن الدنيا صعبة ومفيش حظ ولا عدل في الدنيا، نقف لحظة ونحلل ونسأل، طب هي الدنيا عايزة تعلمني إيه؟ الكاتبة إليزابيث جيلبرت اللي كتبت Eat Pray Love وكتابي المفضل Big Magic كانت كاتبة قصة لطيفة حصلت لها، إن هي كانت مرتبة رحلة للهند وقعدت شهور تحضر لها، وكانت متحمسة جدا ليها، لكن حصل لها مشكلة صحية. فبدل ما تاخد وقت وترتاح وتهتم بصحتها، قررت إنها هتروح الرحلة اللي هي كانت محضرة لها. لكن المشكلة الصحية زادت، وفي آخر لحظة بالرغم من كل محاولاتها ما قدرتش تسافر. فهي بتقول إن الحياة علمتها إن يكون عندها الثقة إن كل حاجة بتحصل في وقتها، الأحداث والعلامات وحتى المشاكل بتحصل لما يكون لازم إنها تحصل. وحتى لما بتكون عايز حاجة معينة أو بتحاول تسرع العملية دي، فلازم تفتكر إن أهم حاجة الصبر، وكل حاجة بتحصل في وقتها. يمكن ساعات الحياة بتبقى عايزة تقولك حاجة، تحذرك من طريق انت فاكر انه خير ليك لكن في الآخر ممكن يضرك. والطالب بقى اللي مش بياخد باله من الإنذارات والتحذيرات اللي بتفضل تيجي في طريقه، لازم ساعتها الحياة تديله الدرس صريح. والنتيجة مش دايما بتكون وحشة، النتيجة بتكون إن الحياة ساعات بتبقى شايلالنا حاجة أحسن من اللي إحنا عايزينه لنفسنا. يعني مثلا لقيت نفسك بتدرس حاجة دلوقتي انت حاسس إنها مش هتنفعك وعمال تسأل ليه أنا بضيع وقتي فيها. يمكن لقيت نفسك في تدريب عملته بعد الكلية وحاسس إنه مش هيفيدك في شغلك. الكورس اللي انت خدته ودفعت فيه فلوس لكن ما فادكش في الشغلانة اللي انت هتشتغلها دلوقتي. لكن يمكن كل ده يبقى له تأثير على الشغلة اللي هتشتغلها كمان 5 أو 10 سنين، وساعتها هتقول ده كان السبب اني اتعلمت كذا، اللي يمكن كان يبان انه حاجة مش مهمة ومش هتنفعك في وقتها. لكن مفيش حاجة بتحصل صدفة، كل حاجة ليها سبب. في مقالة في مدونة تايني بودا كان مكتوب حاجة ألهمتني جدا، إن كل تجربة سيئة وعلاقة مؤلمة وحلول وسط أنت عملتها وضميرك مرتاح هتتحول بطريقة ما لرصيد جميل جواك من الهدايا والخير. يمكن إن يبقى عندنا صبر دلوقتي بقى حاجة صعبة، إحنا تعودنا على الحياة السريعة، لو عايز حاجة تاخدها دلوقتي، لو عايز معلومة تدور عليها وتطلع في ثواني، لو عايز أكل تطلبه بعد أقل من ساعة يبقى عندك، كل حاجة تحت إيدك وهتحصل حالا. فلما بنفكر في أحلامنا والحاجات اللي عايزين نوصلها بنفكر بنفس الشكل، أنا عايز أبدأ في حاجة النهاردة وأنجح فيها بكرة،
أنا عايزة ألاقي حد أحبه ويحبني، فاللي يجي قدامي أجرب وأشوف الدنيا هتمشي إزاي. وفي الآخر بنلاقي ده بقى نمط تفكيرنا ونمط حياتنا، ما بقاش عندنا صبر لأي حاجة. وهنا يجي السؤال المهم بقى، طيب إزاي يبقى عندنا ثقة بأن كل حاجة هتحصل في حياتنا في وقتها من غير ما نفقد الأمل؟ أول حاجة، ابعد عن الاستعجال. إنك تحط أهداف في حياتك دي حاجة حلوة، وإنك تسعى وراها بخطوات حتى ولو صغيرة دي أفضل خطة. لكن هتوصل إمتى؟ هنا بتكون المشكلة، إننا بيكون عندنا توقعات شوية مش منطقية، ومستعجلين قوي علشان نحقق النجاح اللي احنا بنتمناه. لكن علشان توصل أصلا ده محتاج مرونة، في حاجات كتير في الدنيا انت ما تعرفهاش، وعلشان توصل لازم تعرفها وتتعلمها. ومش هتعرف الدروس اللي انت محتاج تتعلمها إلا لما تلاقي نفسك في الموقف نفسه. وبرضو الوقت اللي انت محتاجه علشان تتعلم الدروس دي حاجة مش هتقدر تعرفها أو تحددها. وده اللي يودينا لرقم 2، وهو إنك تقبل الدروس وما تحاولش تتجنبها. افتكر كده أول مرة عملت فيها حاجة غلط، الموضوع عدى مش كده، لأنك في الآخر هتتعلم إزاي، لازم تغلط علشان تتعلم. لكن لو فضلت تعمل نفس الغلط مرة واتنين وتلاتة، فيمكن الحياة بتحاول تعلمك درس وانت رافض تفهمه. يعني مثلا بتفضل تقع مع نفس الناس اللي بتأذيك، بتحصل لك مشاكل علشان مش عارف تتواصل بشكل عقلاني وبهدوء. مثلا بتلاقي نفسك في وسط نقاشات حادة وحاسس انك مش مسموع أو مش بتاخد الاحترام اللي تستحقه. يمكن ده كله معناه انك لازم تغير حاجة، يا في شخصيتك يا في طريقة تفكيرك أو رد فعلك. معناه إنك محتاج تتعلم الدرس اللي الحياة بتحاول تعلمهولك. وصدقني عزيزي المستمع، لما بتوصل لنهاية الدرس وتعدي بكل الحاجات الصعبة وتتعلم منها، بتيجي لحظة كده إنه علشان كده بقى حصل كل ده، علشان أعرف وأتعلم كذا. وبعيداً عن الكلام المثالي، لأني متفهمة وعارفة قد إيه الواحد وهو في وسط المشكلة أو الدرس بتاع الحياة ده ممكن ما يبقاش فاهم أو عارف طب هو ليه بيحصل كل ده أصلاً، وبيلوم نفسه وحاسس بالذنب. وساعتها بقى يعدي عليك لحظات الشك، وتفقد ثقتك في نفسك وفي الظروف وفي حظك وفي حاجات كتير. وعلشان كده مهم جداً إنك تفضل مكمل. وده اللي يودينا لرقم 3، إنه تتعلم إنك تثق في نفسك. يمكن اتكلمنا في حلقات فاتت عن الثقة وإزاي نبني الثقة في نفسنا وفي الناس، وعلى قد ما الموضوع يبان سهل من بره، لكن الواحد بيعدي عليه أوقات بيبقى حاسس إنه تايه. طب أنا بعمل إيه في حياتي؟ طب هو اللي أنا فيه ده صح ولا غلط؟ وهل في ناس حواليا بتحبني؟ طب هو أنا أستاهل إني أتحب أصلاً؟ وكل الأفكار دي يمكن بتعدي علينا كل يوم، وساعات ما بننامش من القلق. ويمكن علشان كده لازم نبص جوا نفسنا، نعرف لو من غير مثلا شغلك أو دراستك أيا كان اللي بتعمله في حياتك دلوقتي، لو جيت عايز تعرف نفسك على حد جديد من غير ما يكون الشيء الرئيسي اللي بتعرف بيه نفسك هو شغلك أو دراستك، هتقول أنا مين؟ سؤال صعب جدا، خصوصا إن ده أول سؤال أي حد بيسأله علشان يحدد هيتعامل معاك إزاي. أنت دكتور أو مهندس، يا أنت كده بقى حد جامد. لكن هويتك وقيمتك مش بتيجي من ده، لأنها لو مترتبة على الجانب ده من حياتك، لو في يوم من الأيام ضاع كل هويتك هتتدمر. خلاص كده أنت بقيت ولا حاجة في الحياة. وعلشان كده زي ما بنهتم بحاجة ونقرأ عنها وندرسها لو حابينها، تعالوا نتخيل شوية إننا برضو حاجة عايزين نتعلمها وننجح فيها. نعرف إحنا مين وعايزين إيه، نعرف الحاجات اللي إحنا محتاجينها فعلا وحدودنا وقدراتنا، لأن كل ده هو اللي هيدينا الثقة في نفسنا. لما هيجي بعد كده موقف وتاخد فيه قرار، هيكون الموضوع أسهل بكتير وانت عارف إن القرار ده انت واخده بناء عن احتياجاتك ومبادئك، ومش هتيجي على نفسك فيه، فمش هيأذيك أو يضرك. هيكون فيه ثقة كده إنه أنا باخد القرار ده وأنا عارف هيوديني فين. لو انت مش عارف انت مين ومحتاج ايه، مش هتقدر تثق في نفسك. وعلشان نقدر نعرف احنا مين، ده هيحتاج وقت وتطوير ورحلة تشافي طويلة مع كل جروح الماضي. ولو استعجلت، لو مدتش لنفسك الوقت الكافي علشان تقدر تعرف كل ده، هتلاقي نفسك مهزوز، بتحاول وعمال تجري وتجري، وفي دماغك طب ما أنا هو نشيط وبحاول مش بوصل ليه، علشان من كتر استعجالك نسيت تعرف انت مين.
فخدت قرارات وصلتك لمكان انت مش عايزه أصلا. فخد وقتك وبعدها هتلاقي كل حاجة بتوصلك للي في دماغك بالظبط زي ما بتتخيله. رابع حاجة، خليك مرتاح مع نفسك. خليني أقولك عزيزي المستمع، بالرغم من أني شخصية انطوائية ومش بحب أختلط بالناس طول الوقت، لكن أنا كنت بترعب من أني أبقى مع نفسي شوية. بترعب من أفكاري والصوت اللي جوايا اللي كان بيجلد فيا طول الوقت. كنت بحاول أملى الوقت ده بأي حاجة تلهيني، أفضل أقلب في تليفون أو أتفرج على سيزون كامل من مسلسل، حلقة ورا التانية حلقة ورا التانية. وأي وقت أنا فيه مع نفسي كان لا يمكن تلاقي وشي في أي حتة تانية غير في التليفون. كنت بحتاج أي حاجة تغطي على صوت الدوشة اللي جوه دماغي، حاجة تسحلني وأفكر فيها. المهم إني أحاول أتجنب نفسي، كنت بجد بخاف منها. لحد مع الوقت بدأت أحاول أفهم، طب ليه أنا خايفة؟ ليه أفكاري كلها نقد سلبي وجلد ذات على حاجات حصلت من سنين؟ الفكرة إني مش بس لقيت أفكاري سلبية، ده أنا كمان كنت بكرر نفس الحاجات اللي بتوديني في داهية كل مرة. لحد ما اكتشفت إني ما كنتش بحب نفسي، أنا كنت بكرهني وبتعامل مع نفسي زي ما أي شخص بيتعامل مع حد بيعاديه وعايز يأذيه. وده كان اكتشاف بالنسبة لي، هو في حد بيكره نفسه وعايز يأذيها؟ طلع إنه الواحد بيكون اتبرمج من جواه على الانتقاد والتفكير السلبي لحد ما بيشوف نفسه ما يستاهلش أي حاجة. لا يستاهل إنه ينجح لأنه غبي وفلان أو علان أحسن منه، ولا يستاهل إنه يتحب لأن فيه حد أجمل وشخصيته أحسن. وساعات والله كنت بحس إني ما استاهلش النفس اللي داخل، كنت بحس إن الهوا خسارة فيا. لكن كان في رحلة تشافي طويلة ولسه مستمرة، ويمكن ساعات كانت مؤلمة إنك تفتح جروح الماضي وتقعد بقى تعيط بالساعات وتبدأ تصلح اللي الزمن عمله فيك، تلم بقى المتكسر وتشوف كل كلمة اتقالت لك بقصد أو من غير قصد، لكن سابت جواك جرح كبير. لحد ما في يوم تقدر تلاقي نفسك وتقدر تقول لها من كل قلبك أنا بحبك بجد. ساعتها بس مش هتحتاج تملى الفراغ بحاجات أو بناس، ساعتها بس هتقدر تكون مع نفسك وتستمتع حقيقي من قلبك. وده الوقت اللي مش هتلوم نفسك فيه على أخطائك، علشان هتبقى اتعلمت منها واستفدت وبقيت أحسن وأقوى. وكل ده هياخد وقت. محدش بيصحى في يوم ويقول أنا قررت أشفي جروحي، أنا قررت أوقف صوت الحوار الداخلي السلبي وهوب يبقى تمام. الصبر هنا هو المفتاح. رحلة التشافي بتاخد وقت، لكن بعدها بتكون حد تاني، حد قادر يشوف الجمال اللي جواه. خامس حاجة، عافر. مش معنى انك جربت حاجة وما نفعتش تقوم تقول خلاص كده الطريق ده مش طريقي، واضح ان الدنيا بتمنعني عنه. لا، ما هو برضه مفيش حاجة بتيجي بالسهل كده. يمكن تكون الحياة بتختبرك علشان تعرف وتتأكد هل انت فعلا عايز الحاجة دي بجد، ولا كنت بتجرب كده وتشوف حظك فيها. فهنا برضه لازم تسمع قلبك. هل لما الموضوع ممشيش انت حسيت انه خلاص مش فارقة معاك، ولا فضلت تفكر فيه ليل ونهار؟ يمكن الوقعة دي معناها إنك مش مستعد دلوقتي أو محتاج تتعلم أكتر، لكن مش معناها إنك تشوف طريق تاني خالص. ولو اخترت الطريق وحسيت إن ده اللي قلبك متعلق بيه، خليك مستعد إنك تعافر لحد ما في يوم تلاقي الفرصة اللي هتغير كل حياتك. لكن ساعتها هتكون فعلا جاهز، لأنك اتعلمت كل الدروس اللي الحياة علمتها لك. سادس حاجة، خليك صادق مع نفسك. ساعات ما بتبقاش حاجة سهلة إننا نعترف بعيوبنا اللي محتاجة تغيير. مش بنبقى شايفين أو بننكر الحاجة اللي محتاجة شغل وتحسين. يعني لو مش بنعرف نتواصل بشكل صح، بنتعصب أو بناخد قرارات متسرعة، أو ما بنعرفش نلتزم ونكمل الحاجة اللي بدأناها. يمكن ما بنعرفش نخطط أو نعمل ميزانية صح، وساعات أفكارنا ما بتبقاش مدروسة. فلازم نبقى صادقين قوي مع نفسنا في الحاجات اللي احنا مش عارفينها أو عندنا نقص فيها، ونشوف بقى هل هنقدر نصلحها بنفسنا ولا محتاجين مساعدة من حد عنده خبرة أكبر مثلا. هل محتاج تطور نفسك وتشتغل على مشاعرك؟ محتاج تدرس أو تتعلم حاجة جديدة انت ضعيف فيها؟ عايز تغير عاداتك اليومية؟ عايز تركز أكتر وتبطل تضيع وقت؟ محتاج تبطل تأجل وتطلع حاجة تخليك واقف مكانك؟ كل دي حاجات احنا بننكر إنها محتاجة مننا شغل ووقت ومجهود، وبنستعجل وما بنديهاش وقتها.
سابع حاجة، ما تخافش من بكرة. طيب دلوقتي انت صادق مع نفسك وعرفت عيوبك وبتحاول تصلحها وبتحاول تعرف نفسك أكتر وتحبها وبقى عندك إرادة وبتعافر علشان تحقق حلمك. طيب ايه بقى، هوصل امتى؟ ما انا عملت كل حاجة اهو. فده يرجعنا لأول حاجة تاني، الصبر. إنك ما تستعجلش. محدش عارف بكرة هيحصل فيه إيه، لكن الخوف من بكرة مش هيخليك تستمتع بالنهاردة، باللي في إيدك دلوقتي. كلنا بنفكر إنه لما كذا هيحصل هبقى مبسوط، مثلا لما هسافر هنبسط، وتفضل بقى قاعد مستني شهور لحد ما تعرف تسافر لك أسبوع. لما هقابل الشخص اللي هحبه أكيد هبقى سعيد، وتفضل كل يوم عايش حاسس إنك محروم لأن ما عندكش حد تحبه ويحبك. لما هنجح وهحقق أحلامي هكون سعيد. طيب ده هياخد سنين، هتفضل قاعد متعكنن ومستني سنين، وساعتها برضو لما هتوصل مش هتعرف تفرح، هتكون خلاص استنزفت كل طاقتك، ومن كتر التعب الحاجة هتفقد قيمتها ومتعتها. هتيجي تسأل نفسك، طب هو الموضوع كان يستاهل التعب والبهدلة دي كلها؟ هتشك أصلا ساعتها في اختياراتك وفي طريقك. طب الحل إيه؟ إنك تبقى عارف إن الوقت ده شيء مش بإيدك. انت مش عارف الحاجة اللي انت عايزها هتحصل امتى، علشان كده انبسط بالنهاردة وباللي معاك دلوقتي. افرح بانتصاراتك الصغيرة. ان اليوم عدى وانت سليم، ده انتصار. اليوم عدى وقدرت تخلص اللي وراك، ده انتصار. وطول ما انت بتعمل اي تطوير في حياتك حتى ولو كان صغير، هتوصل. ولو هتخاف من حاجة غالبا هتحصل، او ساعتها مش هتعرف تشوف الحلو حتى لو هو قدامك. فبدل ما تفضل تحط كل الافتراضات الوحشة اللي ممكن تحصل، اسأل نفسك، طب لو كل حاجة مشيت تمام؟ افترض الخير وأكيد هتلاقيه. ولو ساعتها حصلت مشكلة هتقدر تتعامل معاها زي ما هي، من غير ما تكون نكدت على نفسك بحاجات مش موجودة أصلا. انت مش هتقدر تتحكم في الغيب أو تغير قدرك، والحاجة اللي مكتوبة لك هتحصل وهتشوفها. فما تخافش من بكرة، وخلي عندك أمل إن بكرة ده هيبقى أحسن وهيبقى أحسن. ولو أنت لسه بتسمعني عزيزي المستمع ووصلت لحد هنا، فأنا حابة أشكرك على وقتك وثقتك، وأتمنى إن حلقة النهاردة تكون اديتك جرعة طمأنينة وهدوء. البودكاست ده هو المساحة اللي بحس فيها بالأمان وفيها بقدر أتواصل معاكم، وحقيقي أنا ممتنة جدا لوجودكم في حياتي ودعمكم المستمر ليا. في النهاية إنك تصبر ويكون عندك الثقة إن كل حاجة هتحصل في وقتها مش حاجة سهلة. إننا ما نبقاش مستعجلين في عالم علمنا إن السرعة دي حاجة حلوة بقى شيء صعب جدا. ويمكن الحاجة اللي اتعلمتها من كل تجاربي ووقعاتي إن يبقى عندي ثقة في الوقت وما استعجلش. اللي مكتوب لي هيحصل في وقته طول ما أنا ماشية في طريقي وبعافر. ويمكن هرجع أشارك معاكم قصة صغيرة قلتها في حلقة فاتت لكن دايما بفتكرها، وهي لما كنت بطلع جبل موسى في سانت كاترين وأخدت ساعات علشان أوصل للقمة في الضلمة والسقعة، وكان في ناس أسرع وناس أبطأ، كل واحد طالع على قد ما جسمه يقدر يستحمل. وفي الآخر كلنا وصلنا وشوفنا الشروق مع بعض، اللي كان طالع أسرع واللي كان طالع أبطأ، كلنا وصلنا نفس المكان. بس كل واحد خد وقت مختلف، كل واحد كان له طريقه ورحلته. فخلي عندك ثقة إنك هتوصل في وقتك وما تستعجلش. هتشكر نفسك بعدها لأن حياتك كل يوم هتكون هادية ومليانة سلام وراحة بال. ولما هتوصل إن شاء الله هيكون الموضوع أحلى بكتير مما كنت تتصور. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية. ده بودكاست نقطة نور، ومعاكم نرمين كامل.